إيهاب توفيق مولع العالم من أمريكا لأستراليا، إيه سر الانتعاش ده؟ النجم الكبير إيهاب توفيق يعيش حالة من الانتعاش الغنائي بجد، وهيكمل جولته الغنائية المرة دي الدور على أستراليا. توفيق يستعد النهاردة الحفلة الأولى في مدينة ماربور يوم 29 نوفمبر، وبعدها هيسافر لمدينة سيدني يوم 6 ديسمبر، ودي جزء من الجولة اللي بدأ فيها في أمريكا وكندا، واللي حققت نجاح كبير جدا الفترة اللي فاتت. خلال الحفلة الأسطورية إيهاب توفيق هيمتع الجمهور بباقة من أشهر أغانيه اللي كان الناس بيحبوها من الطرب القديم، الأغاني اللي كسرت الدنيا في التسعينات والألفينات. قبل الجولة دي إيهاب توفيق عمل حفلة جامدة جدا في القاهرة في مدينتي. الحفلة اللي كانت كاملة العدد، والجمهور كان مولع المسرح من أول دقيقة لآخر دقيقة، وقدم فيها أغاني كتير من الناس اللي بيحبوها: سحراني، وملهمش في الطيب نصيب، تترجى فيا، عامل عاملة، مشتاق، بحبك يا اسمرين، وغيرها كثيرا. والحفلة كانت ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى الشتوي النسخة التانية، والناس خرجت مبسوطة جدا بصوته اللي مازال محتفظ على قوته وطرب المعروف. كمان ما تنساش حفلة الضخمة اللي في أمريكا اللي رجعته بتفاعل كتير، وكمان مشاركته اللي لفتت الأنظار في مهرجان القلعة الموسيقية الغنائية في الدور 33، اللي شهدت حضور جماهيري ضخم. إن 2025 سنة قوية جدا لإيهاب توفيق، من نجاح لنجاح ومن قارة لقارة، والجمهور كله مستني في كل حتة مستنيه.